محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نستقبل إن شاء الله جل جلاله اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، الذي هو يوم عاشوراء، الذي نجى الله عز وجل فيه أنبياءه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عاشوراء غفر الله له تبارك وتعالى سنة ماضية من الذنوب، وأمر العباد بأن يخالفوا النصارى فيصوموا التسعاء وعاشوراء، بمعنى اليوم التاسع واليوم العاشر. واعتاد الناس أيها الإخوة الكرام في هذا الموسم العظيم بإخراج زكاة أموالهم. أيها الأحباب، أخلاق الشهر المحرم، الشهر إذ عظمه سبحانه عز وجل أمل الجاهلية أمل الإسلام. الشهر في دين النبي صلى الله عليه وسلم كثرت ذي الصيام، ذي الشهر يدينا مشبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم عاشوراء 12 من محرم، وإلى رسوما لله تبارك وتعالى أسيعفر بعز وجل السنة من الذنوب، أن يرفع في الناس ربي عز وجل السنة من الخطايا، أسيمحر بعز وجل السنة من السيئات. كذلك يمراغي إناد مادة يوم عاشوراء خلف اليهود، بمعنى وصومة يبواس وقلينس وصومة يبواس البعدينس، يعني تصوم التسعاء والعاشوراء ولا تصوم العاشر والحادي عشر، وفي نفسه المخالفة لليهود. ثم اعتاد الناس أيها الإخوة الكرام بإخراج زكاة أموالهم في هذه المواسم. عرف تاع الناس، العادة تاع العباد، سبوع كامل الزكاة تنسد في عاشوراء، بمعنى في شهر الله المحرم. وحنا نعرف فقهيا من بين شروط الزكاة هي بلوغ النصاب. من بين شروط الزكاة لازم الإنسان يبلغ النصاب. النصاب في سبيل المثال الزكاة العين في النقود في الدراهم اللي تقاس بالذهب والفضة، حددوها هذه السنة ب 45,050,000. يعني الإنسان يحتاج 45 مليون توجب في الناس الزكاة. الشرط بالسن إلى الحول حولان الحول، بمعنى إلى قد يثمر في الناس
الوسواس. فالإنسان يملك النصاب في رمضان، كي يجي رمضان لازم يخرج الزكاة، ما يستناش حتى عاشوراء. إنسان يملك النصاب في صفر، في جماد الأول، في رجب، كل شهر اللي يتمكن النصاب غادي يعوض الشهر اللي إذا خصصت حسابي فلان فونتاري لك وتسفر الزكاة. هذا فيما يخص زكاة العين، أي نقاب الذهب والفضة، أي تسديس من النقود والدراهم والأموال والثروات. من بعد نسعى النوع الثاني اللي هو زكاة الحرث، يعني زكاة الزروع. الإنسان عنده الزيتون، عنده الجبانة، عنده العدس، عنده الشعير، هذا ربي عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. ما غادي يحصد الإنسان هذه الريال غتزرعها بعد 4-5 شهور، كي غادي تجيب الغلة. إذا الإنسان اللي يخرج الزكاة إذا كان يملك النصاب اللي هو 5 أوسق، بمعنى 6 قناطر و53 كيلوغرام، لازم تخرج الزكاة في الحين. العشر 1/10 إذا كان ما تعبش عليها، يعني ربي هو اللي عطاك المال، ربي يديك كان مال وتعب ضرب في الناس. 1/5 بمعنى نصف العشر، سوى نصف 5/10 إذا كان الإنسان تعب عليها وسقاها بالماء وانفق عليها إلى غير ذلك. هذا النوع يسمى بزكاة الحرث. وبعد ثانيا كاين زكاة العين. وبعد عندنا الزكاة تاع الزروع، وعندنا الزكاة تاع الماشية. الماشية يعني الإبل، الغنم، البقر، الغنم، الماعز، كذلك جد الخاص الإنسان الذي يسمى الزكاة. ما يهمنا أيها الإخوة الكرام في هذا الموضوع هو إخراج هذه الزكاة. ما يهمنا هو أن يقوم الإنسان بجرد ممتلكاته، وليعلم العبد الفقير إلى الله بأن هو وماله لله تبارك وتعالى. القاعدة إذا قد يحصل الإنسان إسلام المؤمن ما نظر الزكاة، ما يوصل صندوق الزكاة، ما يوصل الإنفاق في سبيل الله، إذا قد يحصل وما عنده والو، انطلق فقير يا عبد الله، ما عندك والو، ما تدي والو، كل شرط سبحانه عز وجل. أمد الملك، أمد القصور إليك، أمد الأهليك، أمد البنين والبنات إليك، كلش لله تبارك وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ربي عز وجل كلنا بر أعطانا برك المال هذا كوكلاء في هذه الحياة. يبقى سدياس الحق ربي عز وجل أجد مالك، أجد كلش. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. سيدنا داود عليه السلام وهو نبي، ربي عز وجل قالوا ولقد آتينا داود منا فضلا. ربي عز وجل يفكاس لسيدنا داود الفضل ينس أمير الحديد والزاهر والمؤمنون إلى عفيفا العشينا بشميقهم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وش قالوا ربي عز وجل؟ قالوا يا داود الكسر من خزائن القاعة، إذوراء، الطيور، كل شيء مثل داود عليه السلام. ولكن الناس ربي عز وجل يا داود مالك مالي، المال مثل مال ربي سبحانه عز وجل. يا داود مالك مالي والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقتهم نكالي ولا أبالي.
سيدنا داود يخطب فيك رب العالمين يا داود الملاكينك ذل ربي عز وجل. نهار كي تمرض، نهار كي تجي تموت، نهار كي تجي تغادر الحياة هذه ما تكرر تصفر يدوني اش انا ثواب حاشا الكفن، حاشا الكفن، أتجر المال، أتجر القصور، أتجر البيوت إلى غير ذلك. مالك مالي والفقراء عيالي. أختم الموضوع هذا إن شاء الله ندير موبي واحد الأسبوع الجاي، الجمعة الجاية إن شاء الله موضوع الزكاة. قال لك واحد النهار هذه حكاية وسعادها هايبة. قال لك واحد السلطان غير ربي سبحانه بدا واحد القصر على الشاطو، بنا واحد الشاطو وين يسكن في البلدة تاعو. ومن بعد واش يدير؟ الصباح حتى العشية دار واحد النهار كيما نقولو دي بورت اوفيرت، أبواب مفتوحة باش تصور الشاطو تاع سيدي السلطان. واش يدير؟ الدنيا كامل لازم تجي تشوف، دنيا كامل إلى قدست ولي السلطان أسيدي ما يلهى ويلهى، وجدوا الأكل المشروبات إلى غير ذلك. أدخلت على السلطان تقول له شوف هكذا برومي ولا سنتيطاج ولا ديس ولا ما عرف هذاش. أسكن يا السلطان مليح الشرطة هذا تاعو ولا ماشي مليح؟ قلت لك لو كان تقول له مليح قلت له مرحبا الله يسهل، روح عند شرطة السوارة خمار الله يبارك. بس لو كان تقول له ماشي مليح هذه في قاروري يقطع في راسك يطير. كتقول للسلطان ماشي يحضر هذه يعطيك وحده دير راسك اليد. من الصباح حتى المغرب الناس تفوت تاع جايز نساء ما شاء الله ربي يبارك فيك ما شاء الله. كاين واحد الشيخ كبير اللي هو أمغار ناس الدين وقار وزبيرات الحب يتخلف ما جاش. الشيخ هذا يتخلف وديو سنة يروح الذي ولي القصر على راسي ما يلهى ويلهى تبدي الشيعاس بوينتي الناس على شباكي شي ناس وسط الفقراء والصغار امين سوري دوسير. قال له هذاك السلطان قال واش تقول في القصر تاعي هذا؟ قالوا يا سيدي السلطان، قالوا القصر هذا تاعك، قالوا لو كان القصر هذا ما يريد، لو كان القصر ما يريد، قالوا مولاه ما يغيب ما يموتش ومولاه ما يغيب، قالوا القصر هذا مليح. قالوا بصح يا السلطان كي القصر يريد ومولاه يغيب، قالوا ماشي مليح. تسمى هذاك السلطان تاب الى الله عز وجل، تفكر بان هذه الدنيا انما هي طلوع وغروب، شروق وغروب. سميسينا والناس يعني يا السلطان الناس كان الشرط يدي ويغلاها ويتسريبها لها، الناس وليتي ملكين ويتصريبها لها ويتسدها، الناس لها النيت لها المال لها كلش، الناس اللي السلطان يغيب، الناس شرط وين سيري، الناس كلشي لها. إذا نديرو مليح في القلوب نتاعنا في العقائد نتاعنا باللي الرزق هذا اللي عطانا ربي هو مال الله، هو رزق الله. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك سلمانيك ستشينيا كل شيء والله ربي سبحانه عز وجل. أن يحاول الإنسان أن يتفقع لدين نفس، أم كان يصلي، أم كان يصوم، أم كان يستكير، أم كان يطهر المال نفس ذكي الحياة الدنيا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في واحد الإنسان وباء غير هو الزوج اليوم طلب منا الدعاء، قل اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينهما في خير. اللهم اجعل مرضه طهورا ان شاء الله، اللهم اجعل مرضه طهورا ان شاء الله. كيف لواحد الانسان ما شاء الله مدير معنا طلب منا الدعاء ان شاء الله ندعي له. اللهم بارك له وبارك عليه، اللهم استره يا رب العالمين، اللهم اصلح ذريته، اللهم يا رب العالمين اعطيه وش يتمنى، اللهم يا رب العالمين نجيه من كل خوف. اللهم بارك له وبارك عليه، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. والسلام عليكم ورحمه الله.